لو شايف ان كلمه تيم ويرك اللي بيكتبوها في الاعلانات بتاعه التوظيف ديت معناها انك هتروح تقعد مع علماء ناسا كده وتقعدوا تخططوا للمستقبل، يبقى انت محتاج تكشف نظر. وانصحك تعال للدكتور اللي انا متابع عنده. تيم ويرك يعني انت هتشيل شيلتهم وتلبس في الحيطه في الاخر لوحدك. اول ما تدخل شركه من دول تلاقي الاتش ار منشكحه كده وبتقول لك احنا هنا عيله واحده وبنشتغل بروح الفريق. اعرف على طول انك انت روح الفريق اللي هتطلع لخالقها مع اول شهر شغل. دايما تلاقي واحد بس هو اللي طافح الدم وشايل الشغل كله فوق دماغه. غالبا كده الواحد ده هيكون انت، وفي اتنين قاعدين هناك ما وراهمش حاجه غير انهم يعدلوا عليه، وفي واحد في المخزن ما يعرفش الشركه شغاله في ايه اصلا. في الاخر يجي واحد اسمه سوبر فازرر لسه متعين النهارده الصبح ياخد المجهود كله وينسبه لنفسه قدام الاداره الكبيره قوي دي عشان يطلع بالمكافآت، وهي كلها بترزق على قفاك. الشغل الجماعي في بلدنا هو السبوبه للناس الكسلانين عشان يداروا خيبتهم ورا ظهر الشقيان. اعمل شغلك على قد بالملي، الزياده ما بتتصرفش والاداره ما بترحمش، والصحه لو راحت مش هتلاقي الاتش ار بتاعت العيله الواحده دي جايه تسال عليك بباكو بسكوت ساده حتى. بقول لك ايه، اقفل الكمبيوتر ونام.